السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قصة حياة سيدنا محمد في سنة 5 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. الصحابة كانوا في سلام وأمان عايشين في المدينة، فطلع يهود بني النضير اللي النبي أجلاهم من المدينة بعد ما حاولوا يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القائد حيي ابن أخطب. كانوا بيروحوا لمكة يستفزوا جيوش مكة ويشجعوهم على غزو المدينة، فتروح مكة كلها بعد على أقوى قبائل العرب، فيبقى الجيش حوالي 10,000 مقاتل من الأحزاب رايحين المدينة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الجيوش جاية، فحفروا خندق بعرض المدينة وانتظر المسلمين إن هم يحموا دينهم. قال سيدنا جابر: رأيت النبي يربط على بطنه حجرين من الجوع، فذهب لامرأته يسألها عن طعام. فراح سيدنا جابر للنبي يقول له: احنا عاملين طعام ولكن الطعام بيكفي رجلين، يعني يا سيدنا محمد تعالى بس هات معاك رجلين بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: هلموا إلى بيت جابر. وطلب من الجيش كله أن يأتي على فرق، يعني يجوا 10 ما يروحوش كلهم مرة واحدة. وقال لهم ألا تتزاحموا، يعني ما تعملوش زحمة، وخلوا إن يبقى في مكان علشان يبقى فيه يعني ما نهجمش على البيت كلنا مرة واحدة. وطلب من إن هم يسيبوا الحلة مغطاة، والنبي بقى يحط إيده على العناق من تحت الحلة ويأكل الناس. هم كان عندهم معزة صغيرة وعندهم حبة شعير، وامرأة جابر هي اللي طبخت الطعام. وسيدنا محمد لما جه يأكل الجيش دخلهم 10 وكان بيحط إيده على العناق من تحت الحلة ويأكل الناس. بدأ يظهر هنا دي بركة من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في وفرة وكثرة في الطعام لدرجة إن هم قالوا إن بعد ما الجيش كله أكل وكان يعني كلهم أكلوا، إن الطعام يعني كانوا بيعتقدوا إن هو الطعام زي ما هو. فدي نوع من أنواع البركة من سيدنا محمد. فاحنا دايما نسأل ربنا البركة في كل شيء، في حياتنا، في أمورنا، في أيامنا، في أولادنا، في طعامنا، في شرابنا، في كل شيء. جه بعد كده حيي بن أخطب اتخلل ودخل لجنوب بني قريظة. قال له: جئتك بقريش عن بقرة أبيها وجئتك بساداتها. راح قال لكعب: لقد جئت بذل الظهر، أنا لم أرى من محمد صلى الله عليه وسلم إلا كل خير. هو رايح لكعب علشان يقنعه إن هو يخون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكعب دوت كان بيحمي الجيش، لكن طبعا كعب في الأول إن هو رفض إن هو يخون سيدنا محمد. لكن حيي بن أخطب كان عمال يروح ويجي عليه ويقنعه ويقول له: أنت هتبقى أنت هتاخد، يعني يصور له جمال الخيانة لحد ما اقتنع. قال كعب اقتنع بقى ان هو يخون النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يجهز الجيش للخيانة العظمى بجيش بني قريظة، اللي المفروض ان هم هيأمنوا الجيش من الخلف، لكن أصبح هم اللي هيهجموا على الجيش. طبعا ربنا أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللي حصل، وعرفوا إن هيكون في خيانة. بني قريظة خانت العهد مع الرسول، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سادة الأوس والخزرج في المدينة عشان يعرفوا الأخبار عند بني قريظة. عرفوا إنهم على أسوأ حال، وأخبروا قالوا له: عدل وقارة. هو طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متفق معاهم إن هم لما يجوا حتى لو في خيانة ما يقولوش قدام الجيش، عشان الجيش ما يحسش بالهزيمة أو ما يتقهقرش أو ما يحسش بالخذلان، فيبدأ إن هم يخافوا إن هم يعني ما يبقاش عندهم الهمة بتاعة النشاط إن هم هيحاربوا، إن هم هيعملوا يكملوا مسيرتهم. بات النبي وباله مشغول، فأخذ النبي سنة من النوم، نام كده لدقائق معدودة، وبعد ما نام استبشر، قام مستبشرا،
فقال: إن الله جاعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلف 200 فارس يقوموا من حصون بني قريظة يرددوا الله أكبر. النبي فكر إن هو يصالح عطفان على إن هم ياخدوا نصف ثمار المدينة حتى يرجعوا، ولما استشار صحابه رفضوا الكلام دوت وقالوا له: إحنا سادة الأوس والخزرج، يعني مش هينفع إن إحنا بعد ما كنا السادة نيجي إن إحنا نديهم الحاجة وإحنا حاسين بالذل وحاسين بالقهر وحاسين إن إحنا بنعمل كده غصب عننا. إحنا إيه هنحارب لآخر شيء عندنا. وهنا نتعلم الحاجة التانية. أول حاجة اتعلمناها هي كانت البركة في الطعام. تاني حاجة نتعلم اللي هي أمرهم شورى بينهم، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي سادة الأوس والخزرج، واستمر الحصار حتى أرسل الله جندا من جنوده اقتلعت كل شيء في بيت الكفار، وأرسل الله الملائكة كانت بتحارب مع المسلمين وفك الحصار دون جدال، وكان اختبار لله للمؤمنين. شاركهم الملائكة في الحرب وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. وكان في هذه القصة اتعلمنا حاجات مهمة جدا. أولا اتعلمنا إن البركة، اتعلمنا وأمرهم شورى بينهم، اتعلمنا إن لازم نستمر على الهدف بتاعنا، وإن مهما حدث إن من هزيمة فممكن إن مع الاستمرار ومع والمثابرة بيتحقق